عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده إن شاء الله احنا في محافظة كفر الشيخ مركز قليل، دي بلدي في قرية صغيرة يعني في مركز قليل، وحبيت إن أنا أخدكم معايا جولة من أول البلد لحد نهايتها إن شاء الله. تعالوا معايا بقى الجولة دي ويا رب إن شاء الله تعجبكم. اول حاجه النهارده هنبدا بيها ان شاء الله هو مسجد ابو حميد الكبير. المسجد ده هو يمكن يكون ظاهر ورايا في الصوره، مش عارفه الصوره هتكون جايباه ولا لا. المسجد ده اهل القريه اتجمعوا مع بعض وبنوه، وهو مسمي باسم ابو حميد على اسم عيلتي انا، على اسم جدي، مسجد ابو حميد الكبير. وده هتبقى اول جولتنا النهارده ان شاء الله، يا رب باذن الله يعجبكم. سألت ماما ما الخبر، أين اختفى كل البشر؟ ترى سأبقى دون رفقة. ردت ينسان الشر، ردت ينسان الشر، ردت ينسان الشر. لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلاه، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلاه، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله. لما وجدت نصف قلبي سألت الغد ماذا يخبي، ما بعد العسر يسر والقيمة توصف. ردت ينسانا الفاق، ردت ينسانا الفاق، ردت ينسانا الفاق، ردت ينسانا الفقر. ولن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا إياه. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، سيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا إياه. لن ينسانا الله. والآن أعين الأطفال على الكعبة وفي القلب سؤال، في بيت الله متى اللقاء؟ قلت ينسانا الداء، قلت ينسانا الداء. ولا ينسانا الله، ستحط قلوبا وجبال على أرضي شوقا وصلاة. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، ستحط قلوبا وجبال على أرضي شوقا وصلاة. لا ينسانا الله. سألت ماما ما الخبر، أين اختفى كل البشر؟ ترى سأبقى دون رفقة. ردت ينسانا الشر، ردت ينسانا الشر، ردت ينسانا الشر. لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلاه، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلاه، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله. لما وجدت نصف قلبي سألت الغد ماذا يخبي، ما بعد العسر يسر
نظل إياه لن ينسانا الله. والآن أعين الأطفال على الكعبة وفي القلب سؤال في بيت الله متى اللقاء. قلت ينسانا الداء، قلت ينسانا الداء، ولا ينسانا الله. ستحط قلوبا وجبال على أرضي شوقا وصلاة. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله. ستحط قلوبا وجبال على أرضي شوقا وصلاة. لا ينسانا الله. في دماغك اول ما تبدا. احلى حاجه بقى القريه بتاعتنا بتتميز بيها ان هي فيها جنان برتقال ويستفندي وليمون. ان شاء الله المنظر ده يعجبكم قوي، تعالوا معانا. امشي قدامك عادي. في ايام الياسمين وايام الربيع بنشم اجمل الروائح اللي بتبقى طالعه من الجنينه هنا، بتبقى مخليه القريه كلها ريحتها ياسمين وبتبقى ريحتها حلوه قوي. صور وانت ماشي افضل من انك تبقى ثابت على شجره. هو كده كده الشجره كده. هنا بقى المقابر بتاعه العيله والمقابر بتاعه القريه كلها. اي حد ربنا بيرحمه بيندفن هنا في المقابر في وسط الخضره والجناين والحاجات الجميله دي. بجد يعني مكان جميل. ربنا يرحم امواتنا كلنا جميعا يا رب العالمين. نسلم عليهم بقى ونقرا لهم الفاتحه. يلا سلام معاك. طب صور.
ماما التربة بتاعت مين؟ محطوطة فيها حاجة. ماما التربة دي محطوطة فيها حاجة. المقام بقى اللي في المقابر ده اسمه مقام سيدي مخلوف. طبعا سيدي مخلوف ده او يمكن يكون اول شخص اندفن هنا فعملوا له مقام، او يمكن يكون كان راجل صالح او حاجه فالناس بتتبارك بيه. بس للاسف الشديد بعد ما عملوا له المقام هنا هنصور مع بعض من جوه المقام الناس بتتخذ المكان ده للاسف ان هم يجوا يدعوا فيه، او ان هم لو حد عنده مصيبه او حد عنده مشكله او حاجه بيجي بقى يا سيدي مخلوف اشفي لي ابني يا سيدي مخلوف. طبعا دي كلها بدع وخرافات وكلها من الشركيات ومن الكفر وحاجات دي حرام جدا. فتعالوا نشوف المقام من جوه عاملين فيه ايه، مع ان الشخص اللي مدفون فيه حتى لو كان انسان صالح وراجل صالح فده شخص عادي جدا جدا زيه زي كل اموات المسلمين. ما ينفعش ان احنا نعمل مقام فوق شخص معين وان احنا نبتدي ان احنا نشرك بربنا ونقول ان احنا نشرك بربنا ونقول ان ندعيه او نتخذه من دون الله ان احنا ندعي ليه او ان هو يكون سبب في استجابة دعائنا او حاجة. كل دي طبعا من الشركيات ربنا يبعدنا عنها، وده جهل طبعا وكفر. بس طبعا اللي كان بيعمل كده الناس ايام زمان ايام الجهل. دلوقتي الدنيا طبعا المفروض ان احنا خلاص الدنيا اتطورت والعلم اتطور وكل حاجة وصلت للناس. ايام زمان العلم ما كانش واصل والدين ما كانش واصل لها زي دلوقتي، بس الا من رحم ربي يعني اللي لسه بيعمل كده. تعالى نشوف المقام من جوه شكله عامل ازاي. انا مش عارفه التصوير بقى من جوه هيبقى واضح ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هنقرا الفاتحه برضو قبل اي حاجه عشان هو في شخص مدفون هنا. تعالوا معانا، هو ده المقام من جوه. انا مش عارفه الصوره هتبقى واضحه ولا لا. هم طبعا هي قبه كبيره جدا، هي عاليه جدا من فوق، مش التصوير من جوه ضلمه طبعا ما فيش هنا نور. فهم عاملين له المقام ده وعاملين له بقى حاطين الحاجات اللي هم حاطينها دي. وللاسف الحاجات دي كلها طبعا من الشركيات ومن البدع. يعني ربنا يرحمه مهما كان شيخ صالح او كان دعاءه مستجاب عند ربنا او الناس كانت بتتبارك بيه، ما ينفعش ان احنا نتخذه يعني ان احنا ندعيه من دون الله او كده. لكن في ناس للاسف بتيجي هنا، يعني حتى في ناس في شمع وفي حاجات في شموع وفي حاجات سايبينها هنا اهي. ما اعرفش بقى اللي بيجي بيستعملها في ايه بالظبط، بس اعرف ان في ناس هنا بتيجي تدعي لو حد عندها مريض او حاجه وينذروا بقى ندر وحاجات من دي اللي هو ندرا لو ابني شفاني بقى كويس او ربنا شفاه هعمل لك كذا يا سيدي مخلوف. سيدي مخلوف ده عبد زيه زي اي عبد، ما لا بيضر ولا بينفع. ما ينفعش ان احنا نتخذه من دون الله ان احنا ندعيه. اي انسان في الدنيا او اي بشر في الدنيا مهما كان صالح ما ينفعش ان احنا نتخذه من دون الله ان احنا ندعيه. هو ده المقام من جوه. معرفش الصورة هتبقى واضحة لكم ولا لا. يلا النهارده نكون قدمنا لكم جوله بسيطه وجوله صغيره جدا في القريه بتاعتنا، وقد ايه هي بتتميز بالجناين والحدائق الجميله دي، جناين البرتقال والاستفندي والليمون والحاجات الحلوه دي. بالرغم من ان المقابر موجوده في قلب الجنه دي، بس برضو الحمد لله ان احنا برضو حبينا نتكلم في نقطه الشركيات والحاجات دي. فيا رب الجوله تكون عجبتكم النهارده، وان شاء الله انتظرونا في جوله جديده نكمل فيها باقي القريه مع بعض. مع السلامه. بقى كده يلا يلا يلا. عايزين ناكل بالجبن.